نبدأ الحلقة بسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا في برنامج زيع مذيع. متشرف بيك، هم يتشرفوا بيك، انا ما اتشرفش. اتفضل. انتوا جايبين تهزقونا يا جون، انت عارف ان احنا جايبينك النهارده عشان احنا عايزين نتعرف عليك اكتر، نعرف انت مخطط لايه للمستقبل وكده. فاول حاجه هنبدا بيها، عايز اعرف انت ايه اول انطباع خدته عني. وده علاقته بمستقبلي. حضرتك مالكش هو مستقبلي في الحلقه هو اللي يا جون مالك، صايع محتوى، بدرس فنون جميله، قسم ديكور. عندي اختين بنات، واحده ميريكل صغنونه وفيرونيكا الوسطانيه. بسم الله ما شاء الله، ربنا يخليهم لك ويحفظهم لك يا رب. هو انا بشحت بيهم يا اسطى؟ بدعي لك يا اسطى، ده انت صعب جدا، ما تسيبني اتقمص في الحلقه. مالك؟ الضيف ده مش عاجبني. ده مش بتاعي. استقبلت خبر حمل مامتك ازاي، وكان ايه احساسك اول ما شلت اختك؟ استقبلته بخضه، يعني اللي هو انا كان عندي ساعتها 17 سنه، ولما عرفت كنت حاسس ان انا كبير، يعني انا كبير. وفيرونيكا اختي كان عندها مثلا بتاع 14 او 13 هي كان، فاللي هو لا انا كنت كبير، يعني الموضوع مش حاجه نورمال ان احنا نبقى غريب. يعني انا اتخيل ان انت ايوه عندك حاجه بتجري في حاجه جت في البيت غريبه بتتحرك. وكان ايه احساسك بقى اول ما شفتها؟ عارفه بصي، في ترند على تيك توك كده كرنج موت، اللي هو عارفه اللي هو بتاع هشرح لبنتي ازاي ان انت كنت بنتي قبلها، بتاع المرتبطين ده. معرفوش ولا انا المهم. على قد ما هو الموضوع حلو وانا مبسوط بيه قوي، على قد ما انا متضايق، لان انا كنت عايز احس احساس الابوه ده مع بنتي، بس انا غصب عني من كتر ما انا ما بعرفش اتحكم في مشاعري مع موكا. انا خلاص بقيت ابوها، يعني من جوايا انا بقيت احس بمسؤوليه ناحيتها. يعني لو عايزت اي حاجه فكر اعملها انا، يعني لو مثلا تعبانه او اي حاجه بحس ان لا المفروض اكون انا اللي واقف، او ان انا اللي ببقى معاها يعني. بس اول مره شلتها هي كانت عامله شبه ميكي ماوس كده، كان لونها ابيض، وكانت يعني مزنوقه في بطن ماما، طلع خدودها عامله كده، وكان لونها ابيض، كان يعني وكانت نازله كده. هي اول حاجه، اول ما طبعا ما دخلت الاوضه فهم دخلوا السرير بتاعها. احنا طبعا ما اهتمناش البيبي جه ولا ما جاش، احنا اهتمينا بماما يعني هتيجي امتى. فاول ما ماما جت وماما بدات تفوق وبتاع، فبدأنا نستوعب ان في حد. بحط ايدي على ايديها كده، قامت مسكت صبعي، وهي عندها يعني كام دقيقه، عارفه كانت لسه اسكت قليلا. فانا معايا صوره كمان، وهي ماسكه صبعي كده. كان احساس موتر، يعني اللي هو انا هتعود عليها ازاي. هل ساعات بتحس ان انت قبل ما هي كانت تيجي كنت انت بقى احسن، لو من غير بقى مسؤوليه، من غير بقى حد صغير كده، في بقى اكل كتير بقى وحاجات الاطفال دي، لان بتبقى مسؤوليه كبيره؟ بصي اقول لك على حاجه، انا كده يعني مش معترض على وجود موكا، لان انا غصب عني جت السنه دي، جت السنه اللي جايه، جت من 10 سنين كده كنت احبها. بس موكا جت في وقت في ثانويه عامه، يعني هي اتولدت لما انا كنت في بدايه ثانويه عامه. هي مشيت معايا بقى رحله ثانويه عامه كلها، يعني هي كانت بتكبر وانا بقى في ثانويه عامه. فانا المشكله ان عارفه الناس اللي بتقول ان ثانويه عامه طويله قوي، حرفيا احنا بادئين ثانويه عامه موكا عندها كام يوم، خلصنا بتمشي. خلصت ثانويه عامه البت بتمشي. لا هي كانت، انا كنت مبسوط انها جت في وقت شبه ده، حضرت رحله شبه ده. بس هل قربك من ميراكل خلاك تختار ان هي تطلع معاك في فقره لموكا عندنا، ولا انت ده اتجار بالاطفال، ولا انت ايه نظامك؟ كارول هتلبسني قضيه اطلع من البودكاست ده محبوس. زي دلوقتي عدنا عليكم بحالك، انت مخطوفه ولا انت في ايه؟ جاهزه؟ ايه جاهزه يا حاجه؟ ايه اللي خلاك تاخد ميراكل ما تاخدش فيرونيكا؟ هقول لك بقى، علشان هي الناس كده بتحب فيرونيكا، واصلا شكرا. هي بتحبك. شكرا، انت مالك؟ انت انا بحبها، هي بتحبك، هي كانت ايوه انا كمان. فهي فيرونيكا كانت يعني حضرت معايا التيك توك من قبل ما موكا اصلا تتولد. فهي اصلا يعني فيرونيكا انا كنت بعمل لها فيديوهات، كنت بعمل معاها فيديوهات، وكانت معروفه من قبل يعني. بس لما جت موكا ولقيتها انها عارفه لمضة الاطفال، ايوه، اللي هي بتبقى مش مضطره تتصنعها. يعني مثلا من كام يوم كنا بنصور فيديو، فبدات قلت لها جاهزه، قلت لها جاهزه يا حاجه، قالت لي جاهزه يا ابني، قامت لي كده. فهي الفكره في كده، فكره ان هو انا باخدها معايا علشان هي مش بتصطنع. مش قصدي ان فيرونيكا بتصطنع، بالعكس، فيرونيكا ما بتعرفش ولا تصطنع ولا ترتجل. هي يعني كانت بتتكسف قوي وكوتي كده خالص، فما باخدهاش معايا في الحلقات عشان كده. مش سبب ان انا بحب موكا اكتر، بالعكس انا لحد دلوقتي الناس كلها عارفه ان فيرونيكا هي الاقرب ليا. بس
اتجار بالاطفال طبعا واحنا كلنا عارفين ده لازم يتحبس. جون، انت مش بس اكتفيت ان انت تتاجر بالاطفال، ده انت كمان تاجرت بكبار السن. نعناع تيتا صباح الفل، عامله ايه؟ ازيك يا تيتا؟ هي مش طايقاني عشان انا بقالي كتير قوي ما رحتلهاش. طبعا هروح هجيلك صدقيني يا تيتا. ايه ردك على حاجه زي كده؟ بصي، تجنبا يعني بجد من غير اي هزار، تجنبا لاي عياط، لو انا الناس معانا في البيت بتشوف تيتا بتتعامل ازاي معانا كلنا، هيعرفوا ان اللي انا حاولت ابينه في الفيديو ده مش حاجه. انا تيتا من الناس هم كبار في السن جدا، مش مواجبه الشارع والاسعار والحاجات دي. هو جده بيديها في اليوم 60 جنيه عشان هي بتنزلش، بس علشان كونسبت ان هو يبقى فاكرها، ان هو لا انا قبل ما انزل من البيت انا فاكرك، فهو بيديها 60 جنيه. فتيتا عارفه ان انا في جامعه بره اسكندريه، انا في جامعه العالمين، كانت بتاخد من مصروف البيت كل ما تاخد من جده 60 جنيه تاخد 50 جنيه تجيب بيهم حاجه للبيت وتشيل 10 جنيه لجون. قعدت تجمع المصروف 10 على 10 لحد ما كانوا، انا خدتهم كام، 120 جنيه تقريبا، اللي في الفيديو دول كانوا 120 جنيه. فلحد ما خدتني قالت لي جون انا عايزه اغير، قلت لها خلاص هاجي معاكي. هي تيتا عشان حوار ظهرها، فاحنا طبعا احفادها يعني، فبنساعدها بقى يعني. ياما تيتا كانت بتحمينا واحنا صغيرين، كانت بتاكلنا وتشربنا وتغير لنا، كانت بتعمل كل حاجه يعني. فانا دخلت اساعدها في انها تلبس، فلقيتها بتحاول تطرق الاحفاد من الاوضه. والله ما كنا متفقين. تيتا لو انت اتكلمتي معاها في ان احنا متفقين، تيتا مش هتعرف يعني. هي تيتا مش هتعرف ان انا اتفق معاها. اصل احنا تيتا هنتفق نعمل فيديو، مش هتعرف. احنا عمرنا ما هنعرف نرتب حاجه شبه انتوا دي. اصلا دي ما كنتش متفقين؟ استحاله. انت كنت فاتح الكاميرا بتعمل ايه في تيتا؟ ما انا هقول لك بقى، انا لما لقيتها بتفتح في الدولاب وبتدعبس في حاجه، انا عارف انها هتعمل كده لانها مش اول مره. فيك. ما انا هقول لك، هي مش اول مره تديني فلوس، هي اول مره انا اقول انها بتديني فلوس. اوكي ماشي. بس انا كنت عارف انها في اللحظه دي هي هتطلع لي فلوس، من عشان انا عارف الفلوس هي بتشيلهم في المنديل في الدرج الرابع. خلاص كلنا عرفنا. فانا عارف. فلما لقيتها بتفتح نفس الضرفه وبتطلع المنديل، انا فتحت الكاميرا. هي يعني ما شافتش حد. حتى هي تيتا بعد الفيديو اتضايقت من كلمه ان هي في الفيديو بتقول لهم اطلعوا عايزه اقلع هدومي. هي اتكسفت. الفيديو ما كانش مترتب، وعلى فكره كان في اعتراض في العيله يعني. انا ماما قالت لي استحاله الفيديو ده ينزل، وقلت لبابا قال لي لا. حطيتهم قدام الامر الواقع بان الفيديو ده هينزل او الفيديو نزل. انا نزلته، سافرت السكن في الجامعه، لقيت صحافه بتكلمني تاني يوم الصبح، فيديو تيتا مين؟ بفتح التيك توك لقيت 4 مليون فيو، وبعد كده بفتح الانستجرام لقيت مش عارف داخل على 10 مليون، وبقى صحافه وبتاع وناس بتسال ونعناع عامله ايه والاخبار ومش عارف مين. فاللي هو لا الشكر. بس فهو الموضوع ما كانش مترتب، وكان في اعتراض من العيله جامد جدا ان استحاله الفيديو ده ينزل علشان النفسيات ما بين الاحفاد. ايوه. بس احنا يعني احنا كاحفاد بالعكس، ما حدش فينا كان بيتضايق، وما حدش فينا اتضايق بالعكس يعني. لما ماما، مش فاكر ماما او بابا، سالوا بنت عمتي الصغيره جوجو، فبيقولوا لها يا جوجو انت متضايقه؟ قالت لها لا تيتا كده حنينه علينا كلنا. جوجو دي عندها 4 سنين او 5 سنين، فبتقول تيتا كده حنينه علينا كلنا، وزي ما بتقدم لك فهي بتقدم لنا بس بطريقه تانية. انت متخيله ان بنت عندها 4 سنين تيتا زرعت فيها الاحساس ده او الكلام ده؟ فتيتا عملت حاجات كتير قوي يعني. انا لو قعدت من هنا لتاني يوم اتكلم عنها صدقيني مش هعرف بجد. انا حابه ارسل حب كتير قوي لتيتا نعناع. تيتا نعناع هي ضيفه الحلقه اللي جايه. ايوه، من غير الجدع ده عشان بجد مش طايقه. وهنقفل فقره العائله باخر سؤال، وهو مين اكتر حد خايف تخسره في عيلتك؟ تيتا. والباقي عادي هتخسرهم. الصحاب بتوع السوشيال ميديا او بمعنى اصح بتوع التيك توك، هل دي بتكون صداقات فيك ولا بتبقى صداقات بجد؟ بصي انا بمشي في النقطه دي بالذات يعني، بتعامل باسلوب شوف انت هتقدم لي ايه انا هقدمه لك، اكتر من كده انا مش بقدم. يعني مثلا هل مثلا اقدر انكر واقول ان مثلا في ناس في تيك توك مش صحابي؟ لا في ناس صحابي. هل اقدر انكر واقول ان مثلا في ناس من تيك توك مش قريبين مني؟ لا في ناس قريبين مني. بس الفكره كلها مش كله، ومش كل اللي بنشوفه صح. مفيش اي حاجه من اللي بنشوفها على السوشيال ميديا صح. انا مش عايز اجيب اسماء يعني اشخاص بعينها، بس حرفيا كل اللي بنشوفه على السوشيال ميديا فيك. يعني هما يعتبروا بنسبه يعني
اعلى شويه من ان هم يكونوا صحاب حقيقيين، هم فيك نسبه اعلى يعني هم شوية. بنسبه اعلى هم فيك. بس ما اقدرش انكر ان في نسبه، إن في ناس اكيد كويسه، في نسبه اكيد صحابي، مش هيبقى كلهم وحشين. في نسبه صحابي. يعني انا من السوشيال ميديا عندي ناس كتير قوي من صحابي قريبين، زي مثلا كنزي مدبولي، من الناس اللي انا فعلا لما بدافع عنها عشان اعرف الشخص ده عامل ازاي في الحقيقه. المشكله ان كنزي على قد مثلا ما بتطلع تبين على السوشيال ميديا انها كيوت ومثلا ما بتستحملش مثلا الكلام ومثلا ممكن تبقى باقل موقف بتعيط، فكنزي في الحقيقه كده هي مش بتفيك. احنا مثلا لو قاعدين وكنزي بتتكلم في موضوع لمسها هتعيط. في ناس كتير قوي من السوشيال ميديا، يعني صحابي، زياد طارق، احمد بهاء، الناس دول فعلا صحابي. السؤال التاني متعلق باصحاب بس من نوع اخر. قول لي يا جون، علاقتك بالاكس ماشيه ازاي دلوقتي؟ والله مش فاكر، يعني حاسس ان الشخص اللي موجود دلوقتي هو محى كل حاجه كانت قديمه، فحاسس ان الاكس مش يعني مش فارقه معايا قوي. امتى حسيت ان في شخص انت لازم تخسر الشخص ده مهما كانت بقى مكانته عندك، بس انت لازم تخسره؟ بصي الحته دي حساسه قوي عندي. ايوه انا حسيت من السؤال. الحته دي حساسه قوي عندي، يعني انا ما اعرفش اللي كتب السؤال عارف الموضوع ده منين، بس هو فعلا اللي كتب السؤال هو عارف عني كل حاجه. بجد شافوه الاسئله دي بجد. يعني هي الفكره كلها انا كجون ما بخسرش حد، بس على قد ما انا ما بخسرش على قد ما انا في يوم وليله هشد السجاده من تحتيك هتقع على قفاك. ايوه. طب اقول لك على حاجه، انا خسرت 3 من اقرب الناس ليا في الدنيا ما اعرفهمش بقالي كتير، بس في فتره قليله ناس منهم دخلت البيت وانا دخلت بيوتهم، كنا اصحاب قريبين بطريقه مرعبه وفي فتره قليله. وانا في مره واحده وفي يوم وليله قررت ان انا انسحب من ال3 اشخاص دول، وال3 كانوا بيسالوا بعض جون قطع معانا ليه، فاهمه؟ والحوارات ما بين ال3 متعلقه ببعض، ده عمل مش عارف ايه مع ده فانا عرفت فاتضايقت، ده قطع مع ده او ده بيتكلم اسلوب وحش عن ده فانا اتضايقت، فاضطريت ان انا اقطع مع ال3. لما شلت ال3 من عندي على انستجرام بقى، سناب شات، كل المواقع بتاعت التواصل السوشيال ميديا عامه، ال3 دخلوا ورا بعض، جون انت بتشيلنا، جون انت مقموص. فواحد من صحابي بقول له لا مالهاش علاقه، احنا صحاب او مش صحاب، انت مثلا تبقى عندي في اكونت برايفت. فقال لي لا ده معناه ان احنا ما بقيناش صحاب. الجمله وجعتني. بعد كده حسيت ان انا يا همشي مكسور يا همشي كاسر، فانا قمت رديت على الشخص ده وقلت له جمله عريضه كده، قلت له فعلا احنا لو صحاب زي ما انت بتقول ما كانش هيوصلني كل اللي انت قلته عليا. دي كانت اخر مسج ما بيننا. رد على خالته. دي خالته مين؟ خالته كوكي. رد على خالته كوكي. ازيك يا خالته؟ ايه يا حبيبي؟ انت معانا في حلقه يا خالته. ازي حضرتك يا خالته؟ تقى الحمد لله. حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله تمام. خالته ممكن تشرفينا في الحلقه؟ اوكي تمام. ما نفتكيش تعرفي فضايح عن جون؟ انا عارفه كل فضايحه. ما عارفاها كلها؟ طب ما نفسكيش تفضحي جون؟ احكي لي موقف كارثه. على حسب السؤال. احكي لي. هي حوار ودانه بيقول لك حوار ودانه، احكي لنا عن حوار ودانه. لا ما فيش، هو كان هزار وضحك هزار ايه يا خالته؟ انت كنت عايزه تقلعيني البنطلون. خالتك تقلعك البنطلون عادي، انت مالك في ايه؟ خفت طيب طلعت اجري. اولا انا اللي مربيه تمام، طبعا فكان بالنسبه لي ابني ولحد دلوقتي فاهماني، بس يعني هو كان هزار وضحك، فمن كتر حبي فيه انا هزاري تقيل شويه معايا يعني، بس فكنت حابه اقلع البنطلون ده وهو ما رضاش. انا الخالته دي بس فهو وقع، اتفتحت ودانه بس، نقلني عمليات وخياطه وحاجات كده. يا ساتر. هو صحيح دي وقعه غريبه يعني، انت وقعت تتفتح دماغك لكن ودانك لا، ازاي؟ ما هو في الدولاب وداني اتقطعت. يا ساتر يا رب. يا خالته مفيش اي فضيحه تانية حابه تقوليها لنا؟ لا هو فضايح كتير، بس يعني هو لو حابب يقول لي بس اول الخيط ايه بس. شوف لنا الخيط لو سمحت عشان عايزين نطر. لا انا ممكن انا اتكلم عن موقف
خالته عملته جدعانه قوي معايا الصراحه. وهيتكلم عن موقف بقى عن جدعنة الخال. كنت في ثانويه عامه وكنت ليله امتحان العربي ودخلت عليا الاوضه لقيت شعري بيقع على الكتاب حرفيا. يعني كان شعر بيقع، مش هو شعرايه شعرتين. عملت ايه خالته؟ خدتني نزلنا شربنا ليمون في كافيه كده وقعدنا مع بعض واخداني ديت وخلاص قعدنا نشرب ليمون انا وهي والله. لا وعلى فكره ده دايما. وبعديها بيوم خدتني معاها البحر، قعدنا انا وهي على البحر وبتاع ونزلنا البحر. انا امتحانات بلا ثانويه عامه. والله هي يعني كانت دي حاجة حلوة قوي. كانت هي بتمتحن معايا ثانويه عامه حرفيا يعني فعلا. بس طيب يا خالته بمناسبة الحلقة دي تحبي تقولي ايه بقى لجون؟ احب اقول له يا رب يا جون كده زي ما ربيتك على ايدي كده، اتمنى ان انا اشوفك حاجه كبيره قوي، اتمنى ان انت تفرحني. هيفرحك ما تقلقيش. انا بموت فيك يا خالته. وانا بحبكوا الصراحة. انا مش عايزة اقفل. شكرا يا خالته بجد شرفتيني اكتر من جون طبعا بكتير. كان نفسي اكمل الحلقة كلها مع حضرتك. بما ان السر ما ينفعش يطلع بره 2، امتى انت خالفت القاعدة دي وطلعته لناس كتير قوي فضحت حد من صحابي؟ ممكن اقول سر عن صحابي؟ ايوه قول سر خطير وما تقولش الاسم عادي. ايوه ماشي. سليمان التوتي صح، توتي شايل 4 مواد. مش قايل لامه. لا اقول حاجه تانية، فارس صاحبنا فارس المو ولا مش ده عيد سنه وش عايد 4 سنين. ايه يعني ايه؟ احمد خالد صاحبي. تمام. اللي بعده ومعانا رابع فقره الا وهي فقره اسئله الذكاء. انا مش عارفه ازاي مع البجعه اللي قاعده جنبي دي بس اتس اوكي. ايه الحاجه اللي بتودي في اي حته من غير ما تتحرك؟ دماغي. تمام صح ان شاء الله. الله اكبر عليك والله العظيم. انت عندك كام سنه؟ استني بس ايه اللي ما شاء الله عليه؟ اصل انت مش كاتبه الاجابات. انا عارفه اجابه، انا عارفاها احيانا نسيت. عارفه اجابه واحده يا اسراء؟ عايزه ننسى كده. انا عارفه اجابه. يلا بقى. 2 hours later. لو راكب مشروع مع سواق شارب وبعد نص الطريق وهم بيلموا الاجره اكتشفت ان الفلوس بتاعتك وقعت هتعمل ايه؟ 100% هيكون قاعد جنبه بشرب معاه. اصلا بقى ما هو اللي يقعد معاكي لازم يكون مغيب. بجد والله. ايوه عشان مش هستحمل حلاوتي دي كلها. كان قرف. فول الكلام ده. لا مش عارف هعمل ايه. هشوف اي حاجه قاعده جنبي ولا حد ولا اي حد اقول له اعتبرني زي ابنك يا حاج. قول انت هتقنع بقى الحاجه دي ازاي ان حضرتك مش شحات؟ ان انت مش شحات وان انت فعلا فلوسك وقعت. حقيقتي. ماشي حقيقتي. تمام صح كلامك مظبوط 100%. منظري اكيد شغال شحات. اكيد عارفه طبعا. لو انت ما بركبش مشاريع اساسا. تركبي ترام. لا ما بركبش ترام. بقول لك ايه، انا تيجي- بشيل. بس تيجي نركب انا وانت الترام هنا ده وننزل فاكتوريا نشرب فيها عصير قصب في فاكتوريا تحفه. ده زميلي عنده. ماما هتزعق لي مستنيني في النادي. يعني ايه؟ نادي الاتحاد. انتوا في الاتحاد؟ تحكوا في يا رب سواق المشروع ماشي في شارع طريق واحد واتجاه واحد ماشي. وهو ماشي عكس. عدى على 5 كماين ولا واحد فيهم كلم السواق. ليه؟ اكيد كان كمين قافل. هو السوبر ماركت بتاع خالك. طب انت عارفه الاجابه؟ لا ولا انا. ما بالراحه. هو ماشي في طريق واحد. هو في ماشي. طريق واحد واتجاه واحد والمشروع جاي عكس. اهو. ايوه داخل علينا اهو. عدى على 5 كماين قدامك شايفهم اهم هناك. ولا واحد فيهم وقفهم. ما هو بقول لك قافلين. لا يا عم والله في ضابط اهو والنعمه شد. يمكن يكون بتشتي مع الشرطه. سوري. سواق المشروع ماشي في شارع طريق واحد واتجاه واحد وهو ماشي عكس. عدى ب5 كمان ولا واحد فيهم كلمه. ايوه عشان هو ما كانش معاه المشروع. لا يا متخلف عشان هو طريق واحد فيش طريق تاني. يا متخلفه انت. صح. لا عشان هو ما كانش معاه المشروع. سواق مشروع ماشي على رجله ماشي عكس فعدى على 5 كمان. ايه هو انت في كمين بيوقفك لما بتمشي؟ سواق المشروع ما كانش معاه المشروع كان ماشي على رجله. هي مهنته سواق مشروع. اسمع بقى انت سايق مشروع. انا مش عارفه المهم تقريبا اللي كتب الاسئله كان كاتبها سواق مشروع اللي كان المدرسه. بجد نو اسمع، اوفنس اسمع. نو اوفنس لكل الناس. لا نو اوفنس طبعا. نو اوفنس. خلاص اهو. نو اوفنس يا عمو لو انت سواق مشروع. لا بجد بتتفرج علينا. والله احنا بنحبك بس ما تدفعنيش. لا عاملني كويس. لا ما بيعملوش كويس.
بجد لا، في ناس والله العظيم امبارح انا ركبت مع واحد حلو قوي والله العظيم محترم، ربنا يبارك له. تصبح على خير. ماشي، انت سايق مشروع ورايح المنشيه والاجر 5 جنيه وراكب ومعاك 5 افراد، كم عمر السواق؟ 2 hours later. انت سايق مشروع ورايح المنشيه والاجره 5 جنيه. عنده 20 سنة. أنا ما عنده 20 سنة عشان أنا عندي 20 سنة. أنا السواق. أنت سايق مشروع ومعاك 5 أفراد بجد ده انا ما خدتش والأجرة 5 جنيه. أنت فلقوسة. طب تعالى انت. سؤال الجوكر وهو سؤال واحد بس. ممكن أقول تمام. لك تقولي استعد له بس. استعد، ما انا لسه هقول لك السؤال ده، انت حر تجاوب عليه او لا، بس بشرط لو مش هتجاوب هتغني. لو مش هجاوب أغني. لازم تغني. ماشي. اوكي. السؤال ده يعرفه 2 أو 3 بس في حياتك واحنا عرفنا نجيبه. اوكي. ازاي اتخطيت يوم 21/11 مع انه بيرمز لحاجتين انت بتحبهم او كنت بتحبهم؟ حابه اعرف انت هتحكي ولا هتغني؟ مش عارف، بس يوم 21/11 ده يوم عيد ميلادي. اوكي. كان عندي صاحب كان نفس يوم عيد ميلادي. طيب. و كان من اقرب الناس ليا، بس حاضر معايا. كنا كل يعني في سنة عملنا عيد ميلادنا سوا نفس المكان، يعني هو كان موجود انا موجود، بس وقطعنا مع بعض. فبقى ذكرى عيد ميلادي مش احسن ذكرى، بالذات ان هو جاري يعني. و بقالنا فترة بنشوف بعض صدفة في الشارع وما بنسلمش او كان بنعدي من جنب بعض كده. ف ما كنتش احب ان يعني يوم شبه ده بالذات. انا بحب عيد ميلادي جدا جدا. انا يعني معظم الناس بتكره عيد ميلادها، بس انا بحب عيد ميلادي جدا، بحب اليوم ده قوي، بحب ارتب له. فللاسف الشخص ده حول اليوم من يوم كويس انا بحبه لذكرى هتفضل ملازماني فتره كبيره قوي الفتره الجايه. بس يعني خلينا متفقين ان الحمد لله وان ربنا ما بيبعدش حد غير لما بيبقى اكيد مش خير. طب واشمعنى ده اكتر حد مسبب لك تروما، مع ان انت في ناس كتيره انت بعدت عنهم وناس قطعتهم، بس اشمعنى ده؟ عشان انا كنت بشوف فيه جون. يعني انا احنا نفس يوم العيد ميلاد، احنا شبه بعض. كنا لابسين نظارات شبه بعض، هو مش لابس نظارات دلوقتي. يعني كنت بحب اتعامل معاه. انا يعني كان من الناس المفضله عندي، يعني انا القعده معاه ما فيهاش زهق، بحب احكي له. كنت بحب هزاره، بحب مثلا مواضيعه اللي بيفتحها اللي بيتكلمها. بس يعني مره واحده كل حاجه اتغيرت، فانا مبقتش قادر اكمل في العلاقه دي يعني. بس في الاخر مهما جه واعتذر اتمنى له الخير وياكل ويشرب، بس مش على نفس الترابيزه اللي انا قاعد فيها. كل حاجه وقفت. حاسه انك اتقفلت خلاص كده يعني الواحد لما بيتقفل صعب قوي، وبالذات انا الصراحه، عشان بتسيب فرصه مره واثنين وثلاثه مره واثنين وثلاثه وعشرة. وبحاول وبقول لك خلي بالك انت ما بتعملنيش كويس، خلي بالك انت ده عمل كذا وجعني. انا فاكر ان في مره الشخص ده كنت انا وهو ما بنتكلمش، كانت علاقه مش احسن حاجه يعني، بس كناش قطعنا، كنا ورجعنا تاني بعديها اصحاب. جه حد كده ما بيحبوش وبتاع وقعد يتكلم عليه قدامي وبتاع، انا دافعت عنه باستماته، مع ان احنا وارد جدا نسيب يعني وارد جدا نقطع مع بعض. يعني هو انا دافعت عنه، وارد جدا نقطع مع بعض. انا ما اهتمتش حتى ان احنا ممكن نقطع مع بعض، لا الحاجه دي مش في صاحبي، انا بكلموش مش هعمل كده يعني، مش هقول فيها كده. بما اني الحلقه دي كنت انا الضيف، فللاسف انا الحلقه الجايه هبقى انا المذيع. تفتكروا ضيفنا في الحلقه الجايه هيبقى لذيذ ولا رخم؟ قلت اسم البرنامج زي يا مذيع.